إذا كان هناك لاعب من الوزن الثقيل فهو حمد الله بدون شك. حمد الله يفاجئ رونالدو ويقصف جبهة النصر ويتحدى كريستيانو رونالدو في قتال شرس بكرة القدم العالمية في السعودية. رونالدو يتفاجأ بحمد الله وقدرته الخيالية على تسجيل الأهداف من بعيد وبالرأس كذلك. حمد الله يجر قطار السرعة ويسارع الزمن لاحتلال رونالدو في ميدان النصر. فأقصى النصر وأقصى رونالدو من أول كأس في حياته في السعودية. شيء مثير، شيء رائع. حمد الله يفاجئ العالم بأسره بأنه أفضل من رونالدو. رونالدو قصف به الزمن الأرض 38 سنة، فالعمر لا يرحم أبدا. أسد الأطلس من أطلس الكبير إلى جدة. حمد الله يفاجئ الجميع. إذا كنت أسدا ففجر لايكا الآن وانشر هذا الفيديو. شكرا لك.